دعوه. دي تعليمات، ومن التعليمات اي واحد بشعره عامل لي توكه، اي واحد حليق لي حلقه مش كويسه، اي واحد جايني بشورت زيك كده مش هينفع يدخل المدرسه، ومش هيدخل غير بالزي الرسمي بتاع المدرسه. اتفضل يا استاذ. بقول لك وسع كده، انت لسه هتتكلم معايا؟ انا داخل المدرسه، انا داخل المدرسه. دي تعليمات عشان ما نضطرش ننادلك المدير وممكن يفصلك. هو انت مش حافظ الشكل ديت اللي عمله في المدرسه امبارح ولا ايه؟ انا حافظ. ولا عايز نعمل عليك نفس النمره؟ يا استاذ انت طالب جاي تتعلم، اهلك بيصرفوا عليك. يا عم بيصرفوا اهلك يا عالم بيجيبوا فلوس منين عشان يعلموك، مش جاي تبلطج عليا وعلى المدرسه. انت طالب جاي تتعلم، يعني المفروض تبقى لابس زي كويس وزي محترم. طب انا بستأذن منك، بقول لك بعد اذنك يا راجل يا كبير يا محترم، دخلنا المدرسه عشان ما نزعلكش. لا مش هينفع، معلش اتفضل عشان دي تعليمات. طب انا واقف قدام المدرسه يا راجل يا جدع، مستنيك هنا وتعالى بقى. واي واحد يشوف شغله بما يرضي الله توقفوا له قدام المدرسه. له انا هنا مش متحرك من هنا لما يطلع ده هو بقى. محمد ابوه انت قاعد ليه بره كده؟ والله لسه دلوقتي كنت داخل المدرسه، الامن اللي على البوابه ما رضاش يدخلني. طب ما يدخلكش ليه؟ طب انا جاي هنا نعدي النهارده ندفع المصاريف اللي عامله ما الازمه. نعرفش، ما رضاش يدخلني وقعد يزعج معايا وما ينفعش تدخل وما ينفعش تدخل، وانا مالي كده يعني ما ينفعش ندخل ليه؟ على ايه هو بيكلم على ايه؟ ما نعرفش، هو قاعد يقول لي ما ينفعش تدخل انت كده والحلقه بتاعتك ومش عارف اللبس بتاعك.